السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب العالمين. النهاردة معانا أكلة مشهورة جدا وجميلة، تعالوا نشوف عملناها ازاي. بس قبل اي كلام نسمي الله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا كيلو من اللحمة، جبت حلة على النار كده، حطيت فيها معلقتين من السمنة، وبعد ما سلقت اللحمة ربع سلقة طلعتها طبعا من الشوربة وضفتها كده على الحلة على طول على السمنة. خدت لون كده خفيف لغاية ما وصلت للون الذهبي اللي انتوا شايفينه الحلو ده. بدأت تاخد لون. كنت مجهزة نص كيلو من البصل. انا معايا النهاردة كيلو من اللحمة، اخد معايا نص كيلو من البصل. الطاجن لحمة بالبصل يبقى بصل كتير. نص كيلو من البصل قطعته جوانح، ضفته على اللحمة وسبته كده وغطيتهم مع بعض لغاية ما اللحمة تاخد من ريحة البصل والبصل يدبل ويصفر شوية. هنزل بالبهارات الحلوة بتاعتي اللي موجودة عندي. عندك ايه بقى في البهارات؟ عندي كزبرة ناشفة، عندي حبة كمون صغيرين، عندي حبة محترمين كده معلقة كبيرة من الفلفل الاسود، وعندي كمان 7 بهارات، وعندي بهارات اللحمة. ضفت كل البهارات دي طبعا وحبة حبهان مطحون كده، وسبتها تعيش حياتها مع التوابل والبصل. وحطيت كمان قرنين فلفل اخضر، لو انت حابة انك تخليها سبايسي. مش حابة انها تكون سبايسي ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص. قلبتها كده مع بعضها، كل من وقت للتاني ببدأ اقلب فيها. خدت حوالي من نص ساعة كده، من تلت ساعة لنص ساعة. كمان كان البصل دبل معايا كويس واصفر، لقيته دخل في مرحلة السوى. نزلت عليه ب3 حبات من الطماطم متقطعين مكعبات صغيرة، ومعاهم كمان كوباية مية سخنة. ما ضفش على اللحمة مية باردة، لا ده مية سخنة. تكوني مجهزة مية كده مغلية جنبك في الكتل، وكل ما تحتاج اللحمة وتلاقيها شربت المية اللي تحتها تحط لها كوباية مية سخنة لغاية ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده ودخلت في مرحلة السوى الكامل. بدأت اضيف لها الملح واظبط الحياء بتاعها واظبطها كده هون، واكون جاهزة ان انا احطها في الطاجن على طول. جبت الطاجن الجميل اللي انتوا شايفينه ده من روايح الصعيد واهل الصعيد، وحطيت فيه طبعا الخليط بتاعي اللي كان في الحلة كله، وغطيته بورق فويل ودخلته الفرن يعيش مع نفسه كده حوالي ساعة الا ربع. ساعة الا ربع بالظبط، وطلع بالشكل والجمال اللي انتوا شايفينه ده. اللحمة طبعا مش مستاهلة ان انا احكي لك عنها واقول لك انها مستوية، لا طبعا اللحمة كانت دايبة. طبعا كل ما تسوي الخضار واللحمة بتاعتك هتكون سهلة في الهضم وما تتعبش المعدة ابدا. بالذات الحاجات اللي احنا بنعملها مسبكة لازم تكون مستوية كويس، والخضار واخد حقه في السوى عشان ما يتعبش معدتنا. شايفين اللحمة عاملة ازاي؟ يا جماله يا جماله. كده مع كوبايتين رز بشعرية، وبالهنا والشفا يا حبايبي. ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يشترك، واللي ما حطش اللايك لغاية دلوقتي ينزل يحط اللايك بسرعة، وكومنت جميل منكم يسعدني ويفرح قلبي يا حبايبي. بحبكم جدا جدا جدا. وما تنسوش تجربوا الطاجن الجميل ده وتقولوا لي رأيكم فيه ايه، واعملوه بكل حركاته وتركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.